ايه ده؟ هو ده معقول؟ الشكل ما شاء الله تحفة. تعالوا بقى نشوف الطعم علشان ما يغركوش الشكل. تمام. استر يا رب. طبعا نجاح المخلل في القرمشة، فاحنا هنشوف. ده معقول؟ امم لعلمكم كان موضوع تحدي ان انا اعمل المخلل الخيار، وهي الخياره صاحيه كده تمام مش متقطعه، يعني قطعتها كده. فقالوا لي انه مش هيستوي بسرعه، قالوا لي انه ممكن يتهري معاكي، بس سبحان الله الطريقه ناجحه ومضمونه مليون لمية. شايفين؟ بصوا هجيب لكم واحده تانية عشان تسمعوا الصوت اكتر. بصوا الخياره انا بعشق النوع ده، اللي هي الصغيره كده اهوت ورفيعه من فوق وتخينه من تحت. بصوا انا بجد انا شويه وهدخل لكم الخيار اصلا من جوه. الطعم اللهم بارك، الملح مظبوط على الشعره. وبالمناسبه انا عملت البرطمان ده كده في 3 ايام بس. في 3 ايام تقدري تاكلي مخلل خيار مظبوط، احلى وانضف واسرع من المخللات اللي بره. اعملي في البيت مضمون، وممكن كمان تعملي منه لرمضان. فتعالوا بقى نشوف الطريقه الحلوه الجميله دي بتاعتنا السريعه مع بعض عامله ازاي في الفيديو. بس قبل ما تبداوا معايا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتصلوا على رسول الله في الكومنتات. بحبكم في الله، ويلا نبدا الفيديو. اهو شايفين بجد ايه ده؟ اجدع من اجدع يعني محل كروشي تعملوه في البيت. ولعلمكم الكيلو كان عامل 5 جنيه. انتوا شطارتك هاتي شروه بقى حلوه كده تشجعي، وكلي منه بعد 3 ايام، ولا تجيبي بقى مخللات مش مضمونه من بره ولا مش نظيفه ولا الجو بتاع القلق ده كله. اعملي في البيت وباسهل وبابسط وباسرع الطرق هنعمله مع بعض. يلا بقى تابعوا الفيديو الاخر ونشوفوا عملنا ازاي. حبايب قلبي اللي بحبهم في الله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده ان شاء الله. النهارده عايزه اقول لكم انا لسه راجعه من السوق. هنعمل النهارده مع بعض شويه مخلل، يعني بصوا زي ما قال الكتاب، بطعم وريحه زمان وبطعم وريحه رمضان. يعني خلاص كده هو رمضان على الابواب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. 3 شهور او 3 شهور وحاجه ورمضان داخل علينا. عايزين ايه؟ نعمل بقى كده كل شويه بروفات على المخللات بتاعتنا. النهارده هنعمل شويه مخلل خيار. بصوا مفيش اكله تخلى من يعني المخلل طبعا الا لما تنقلها في حته تاسعه خالص. فتعالوا النهارده نعمل شويه مخلل خيار مع بعض. انا بصراحه عامله النهارده يعني جايبه شويه خيار حلوين قوي كده. لقيت الخيار اخضر وبلدي كده في السوق، وشايفين وعارفين الخياره اللي هي الرفيعه كده وتخينه كده في بتبقى كده هو بتبقى مسكره وبتبقى مقرمشه لما تيجي تتخلل. فانا بصراحه بفضل النوعيه دي في الخيار المخلل. وتعالوا النهارده هنعملها مع بعض. بس قبل ما تبدا الفيديو معايا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، واهم من ده كله الصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا نبدا الفيديو مع بعض. هقلب لكم الكاميرا ويلا بقى اجهزوا معايا. وبس يا حبايبي انا كده بوريكم الخيار على الطبيعه. شايفين ما شاء الله بلدي وناشف ومقرمش وزي الفل. تعالوا بقى نعرف ايه التكات اللي هتطلع المخلل معاكي مقرمش ومن اول واحده لاخر واحده وهو ناجح باذن واحد احد. عاوزه اقول لكم بجد الكيلو كان كنت جايباه دول اللي في الطبق البلاستيك ده كنت جايبه الكيلو ب10 والباقي كنت جايباه ب5. فبسم الله ما شاء الله كمية كانت حلوة وشجعتني بصراحة ان انا اعمل المخلل بطريقة نظيفة. وعايزة اقولك فعلا من رابع يوم احنا فتحنا عليه واكلناه. يلا تعالوا بقى نبدأ مع بعض. هتجيبي بقى حلة مية حلوة كده وهتغليها على النار تمام، يعني ما يعادل 3 لتر. فانا الاول كنت بعاير بالكوباية مقدار المية اللي هيشيلها البرطمان تمام. فكل كوباية مية عليها معلقة من الملح. انا للامانه عشان اقول لكم كل العيوب يعني والحاجات اللي قابلتني، انا كنت ماليه المعلقه قوي، وبعدين ابني برضو ساعدني فغفلني وحط معلقتين 3 زياده. فتحسوا ان انا ايه يعني زودت الملح يعتبر مثلا معلقتين. لو انا استغنيت عنهم كان هيبقى بالنسبه لي هيبقى مفضل قوي الطعم ده، او هيبقى يعني مثالي قوي. انتي بقى لما تيجي تعايري بالمعلقه ما تمليش المعلقه قوي، ما تبقيش كريمه قوي في المعلقه، يعني خليها كده اهوت ايه، ما تبقاش هرميه، خليها عاديه
تمام. فكل كوباية من المية عليها معلقة كبيرة من الملح اهو، شايفين؟ بس يا حبايبي، زي ما بقولكوا كده، شوفوا انتوا هتعملوا كام كيلو من الخيار. طبعا بتجيبوا الخيار كده اهوت وتغسلوه، ومش شرط انكم يعني تقطعوا الحته اللي فوق دي في اول الخياره واخرها، لا سيبوها كده اهوت ببركتها. وهتجيبي بقى زي ما بقولك كده الميه هتغليها وتسيبيها تبرد تماما. هتجيبي بقى كل كوبايه من الميه عليها معلقه من الخل، وهتجيبي نص كوبايه قصدي معلقه كبيره من الملح، انا اسفه. وهتجيبي نص كوبايه من الخل، تمام. وهنجيب هنا السكر، انا مش عارفه بقى حطيته ولا لسه، بس انا يعني قدامكم كده، لكن انا حطيت بتاع 3-4 معالق كبار من السكر. هتقولوا لي سكر يا نورة، وايام زمان لا كنا نحط سكر ولا اي حاجه. هقول لكم دلوقتي ايه، السكر بصراحه يا جماعه بيعادل الملح الشديد كده هو في طعم المخلل، وفي نفس الوقت بيبقى زي ماده حافظه، تمام. هنا بقى شايفين الخياره بسم الله ما شاء الله، كانت بوحدتها كده وصاحيه من غير ما انا قطعتها. يعني الصراحه اللي كان عايز يتقطع كان بيتقطع، لان كان في بعض الخيار كان تخين، فانا ما كنتش حابه ان انا اخليلها الواحده بوحدتها كده، فاللي بحس انه تخين بقطعه على 2 أو 4 تربع. هنا بقى كنت جايبه بقى ايه راس توم، وفصصناها كده اهوت، وقطعتها كده بالسكينه، وابني كان بيساعدني. وبس حبايبي كده خلصت الكميه كلها. واهم حاجه التغليف، اهم حاجه. وبس تعالوا بقى نشوف التعليق عيني عينك كده اهوت بدون مجامله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. يلا النهاردة بقى جاية اوريكم النتيجة بتاعت ايه، بتاعت المخلل اللي عملناه، مخلل الخيار. الحقوا بقى انزلوا السوق، على فكرة سعره حلو قوي. كمان لو جبتوا شراوي، الشراوات اللي زي كده بجد والله العظيم بتشجعك انك انت تعملي شوية مخللات في البيت، بتملى البيت خير. طول ما في مخلل في البيت انا بحس ان انا بصي ملكة زماني كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، انا عملت كميه كبيره قوي، وبسم الله ما شاء الله النتيجه بقت روعه. تعالوا بقى اوريكم كل حاجه دلوقتي ايه، هتبقى عيني عينك كده فيس تو فيس كمان، تمام. فاهو ده بقى البرطمان اللي انا عملته معاكم، شايفين لونه؟ انا كمان فاتحه لكم الكاميرا اللي هي ب 12 كمان، لو انا عامله لكم بالصور العاديه او الكاميرا العاديه هيبان الخضار بتاع اللهم صل على النبي المخلل قد ايه مستوي، وطعمه بصراحه روعه. برضو هقلب لكم الكاميرا علشان تشوفوا كل حاجه ايه على الطبيعه. دلوقتي هسمعكم صوت القرمشه بتاعه مخلل الخيار، بس هفتحه بس على الحوض علشان ما يبهدلش الدنيا معايا اهو. بسم الله. بصوا ثواني بس اجيب شوكه وطبق. جاهزين؟ عايزه اقول لكم انا اصلا المخلل بتاع الخيار انا يا دوب غسلته غسله نظيفه، وبعد كده سبته يتصفى، وسبت الخياره يعني الواحده بوحدتها، تمام اهو. بسم الله. ثواني بس عشان انا كنت يعني ايه، كنت مرصاهم مرصه وانا مش عايزه اجيب بايدي اهو. شايفين؟ بصوا على لون المخلله عامله ازاي، والله العظيم بجد. شايفين؟ انا طبعا ما قطعتش الجزء ده اهو، اسمعوا كده. انا مش عارفه الصوت وصل لكم ولا لا، بس انا هكسر واحده قدامكم. الملح مظبوط على الشعره، الثوم الكميه بتاعته كانت معقوله قوي اهو. بصوا اسمعوا يا جماعه بجد، شايفين؟ انا مش عارفه بقى الصوت وصل لكم ولا لا، بس حقيقي مقرمش. الملح بتاعه مظبوط قوي. اعملوه بالطريقه دي وبجد والله العظيم مش هتندموا، لا بالعكس. طريقه بسيطه وسهله كده اهوت، مش معقده. وبعد اللهم صل على النبي، احنا عملناه يوم السبت الساعه 2 بالليل، تمام. يعني اصلا السبت ده مش محسوب، يعني يعتبر عاملينه ليله الحد، يعني قولي الحد الاثنين الثلاث الاربع، والنهارده الخميس. انا امبارح على فكره برضو دقته، والله العظيم يا جماعه بجد كان مستوي ومقرمش. يعني خلال 3-4 ايام تقدري تفتحي على المخلل بتاعك تاكلي منه وانت مطمنه. اعملوه بالطريقه دي
بجد الف هنا وشفا مقدما، وبحبكم في الله. لو عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات من هذا النوع. وهسيبكم دلوقتي في حفظ الله ورعايته، واقول لكم استنوني في فيديو جديد وروتين جديد ونوع مخلل جديد. خلاص بقى رمضان على الابواب، وهنعمل بقى مخللات كتير مع بعض. وبحبكم في الله، ما تنسوش بقى ايه اللايك اهو. شايفين بجد ايه ده؟ اجدع من اجدع يعني محل ترشي. اعملوه في البيت، ولعلمكم الكيلو كان عامل 5 جنيه. انتوا شطارتك هاتي شروه بقى حلوه كده بتشجعي، وكلي منه بعد 3 ايام. ولا تجيبي بقى مخللات مش مضمونه من بره، ولا مش نظيفه، ولا الجو بتاع القلق ده كله. اعمليه في البيت، وباسهل وبابسط وباسرع الطرق هنعمله مع بعض. يلا بقى تابعوا معايا الفيديو للاخر ونشوفوا بقى عملناه ازاي. بكده يا حبايبي اكون كفيت ووفيت معاكم. اتمنى ان انا اكون خفيفه على قلبكم، وبالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك للقناه، وشيروا القناه مع اصحابكم وحبايبكم. استنوني بقى في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله، وهنعمل مع بعض كل انواع المخللات على دخلة رمضان. بحبكم في الله، واستنوني بقى الفيديو القادم، ومع السلامه حبايب قلبي.